فنان ممثل يعني ليه بصمة في المجال التمثيلي سواء في السينما وأيضا في المسرح. فنان قدم العديد من الأعمال الفنية. فمع بعضنا نتابعوا هذا التقرير على فناننا وضيفنا اللي حيكون معنا بعد قليل وراجعين. رمضان العريبي ممثل ومخرج ليبي، مشواره الفني تخطى العقدين من العمل الفني من خلال ركح المسرح. من هنا انمت موهبته وتراكمت خبرته، واللي أدت إلى تميزه في كل أعماله. من أبرز أعماله المسرحية بائع الكلام والزردة والحروف التسعة، وعبر المسرح وخشبته وجمهوره. اجلس يا منصور، اجلس ولا تجبرني على ضرب. اجلس هناك في أي مكان. يفتح الباب على مصراعيه للدخول لقلوب الناس من دون استئذان. عبر الشاشة صافح جمهور التلفزيون من خلال عدة أعمال، منها مسلسل صابرين 2009 ومسلسل يا نصيب ومسلسل بارانويا والسرايا وغسق للمخرج أسامة رزق. من الواضح أنهم كانوا مستعدين لأي تحرك من قبلنا. ما حدث قد حدث، ولكن وجهة نظر أبو عبد الله كانت صحيحة. قلت لك ما حدث قد حدث. يكفي أننا أدخلنا الرعب في قلوبهم. أنفقنا 20 طن من المتفجرات وضحينا بأبرع مقاتلينا فقط من أجل إدخال الرعب في قلوبهم. إلى أين تريد أن تصل يا أبو البركات؟ يجب أن يتم تسليم ملف العمليات الاستشهادية والإنغمازية بالكامل يا أبو عبد الله. يتمتع العريبي بطاقة فنية فريدة من نوعها، مكنته من المشاركة في العديد من المهرجانات، منها مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، حيث تحصل على جائزة أفضل ممثل ثاني في مهرجان الوطني على مستوى ليبيا، وجائزة أفضل ممثل في المهرجان الجامعي 2011. محطات مختلفة ومسيرة مبدع جسدتها تجارب مختلفة من المسرح، مروراً بالتلفزيون وصولاً للإخراج. أكيد عرفنا من ضيفنا الممثل المميز جدا رمضان العريبي. نقول لك صباح الخير وجمعتك مباركة. جمعة مباركة أخي ربيع، أهلا وسهلا بك من أرض الحب ليبيا إلى الخضراء تونس. جمعة طيبة مباركة لك أخي ربيع الراقي الأنيق، صاحب المواقف النبيلة مع الجميع. كل الاحترام لفريق الإعداد، وأهلا وسهلا بك أخي ربيع. بارك الله فيك. طبعا تابعنا التقرير وشفنا لقطات من أعمالك وخطواتك ومحطاتك الفنية المليئة بالنجاحات والبصمات. رمضان العريبي، أولا نبدأ مختصرة عن أول خطوة لدخولك لهذا المجال. نعم، أول خطوة كانت في 95. كنت عازف عود وكنت نغني ومتأثر بكاظم الساهر وعبد الحليم حافظ، ماليش علاقة بالتمثيل نهائيا. وبعدين صدمت بالإحباط وانتقلت لفرقة هواة الفن تحديدا في 95. قدمت عملين، الكاسكا وعمتي الغولة. وبعدين التحقت بالمخرج القدير الراحل صاحب المشوار الطويل عز الدين المهدي رحمة الله عليه، وقدمت معه 7 أعمال وشفت العالم والنجوم العرب عن طريق هذا المخرج الفذ اللي نترحموا عليه في الجمعة الطيبة. وطبعا أنا يعني معروف عليه في الوسط الفني أخي ربيع أني صديق الجميع يعني. بعدين اشتغلت في أكثر من فرقة يعني، لكن فرقتي اللي هي أنا أصلا موجود فيها إلى الآن فرقة المسرح الحديث، تأسست في 1983. نعم، فرقة المسرح الحديث. وبعد بنحكوا على المسرح الحديث، وبداية لكل فنان خشبة المسرح دائما هي الركيز الأول والأساس لكل فنان ولكل مبدع. شن أضاف لك أو شن ضافت لك التجربة المسرحية في دخولك لعالم السينما أو لتقديم المسلسلات وأيضا بعض الأفلام؟ تفضل. طبعا المسرح ضاف لي شيء جميل جدا في حياتي، يعني 28 سنة تحديدا الآن في المسرح. نعم. يعني ثقافة، فنانين،
يعني أشقائنا العرب شاركت في مهرجانات دولية، والتقيت بنجوم عرب تواصلوا معهم إلى هذه اللحظة يعني عبر الواتساب. بعدني عن الشارع وعن يعني حتى مع الأسرة يعني وقتي محدود، يعني تقدر تقول 80% في المسرح و20% في المنزل يعني. وكان الوالد رحمة الله عليه هو الداعم الكبير لي رحمة الله عليه، ومن ثم الوالدة هي الآن يعني الحمد لله. يعني المسرح شيء جميل جدا أخي ربيع، والمسرح يعني بالمناسبة مش سهل. المسرح تحديدا الإخراج والتمثيل مش سهل، وأنا من الأشياء اللي يعني يزعلن فيه إن في استسهال في المسرح وفي الإخراج، إن شخص يقدم عرض مسرحي في غضون مثلا أسبوع 10 أيام حتى شهر. لا، المسرح صعب، المسرح علم، مسرح إبداع. يعني في أشياء يعني يزعلن فيه إن شخص مثلا يقدم لك عمل في شهر ويعرض على الناس، مش معقول يعني. نعم. رمضان العريبي أكيد طبعا لكل فنان هو دائما يفكر في مسيرته الفنية، سواء في البداية أو في استمراره في المسيرة. دائما يقول لك أنا هذا العمل ضاف لي أو كان إضافة في مسيرتي الفنية سواء على المسرح والتلفزيون. شن هن الأعمال اللي حسيت أو أنك أنت شعرت من خلالهن أننا كفنان رمضان العريبي بديت نمشي في خطى النجاح ونوصل بشكل راقي جدا للمشاهد؟ نعم، طبعا أغلب أعمالي المسرحية أستاذ ربيع هي أعمال تراجيديا، يعني أعمال جادة، أعمال إنسانية. خدمت ممكن عملين أو 3 كوميديا. طبعا الكوميديا اللي نخدم فيها هي كوميديا الموقف، الكوميديا السوداء. نعم. أنا عدو الإسفاف وعدو التهريج، يعني ما نحبش أن نقدم أعمال ركيكة، يعني اسكتشات بسيطة. نعم. كل الأعمال اللي قدمتها كانت يعني حاضرة في مهرجان التجريبي في القاهرة. يضم 72 دولة، هو مهرجان عالمي على مستوى العالم. من ضمن ال 72 دولة يدخلن 20 دولة في التقييم. كانت ليبيا من ضمن ال 20 دولة اللي هن يدخلن في التقييم. ورغم المعاناة اللي أنت عارفها وتسيد العارفين اللي نعانوا فيها في وسط الفني سواء مسرح أو دراما، قلة الإمكانيات والدعم، إلا أن نحن ننتزع في جوائز يعني مع أشقائنا العرب في مهرجانات عربية أو عالمية. نعم. رمضان العريبي أكيد طبعا في كل شهر رمضان دائما نحن متعودين عليك أن يكون لك ظهور مميز جدا عبر الأعمال التلفزيونية. شنو العمل القادم اللي قاعد تجهز فيه وإن شاء الله حنشوفه عن قريب؟ طبعا برضو هذه أنت عارف الأمور هذين لما يتفقوا معك على عمل يقولوا لك ما تحكيش وكذا والى اخره، لكن ان شاء الله باذن الله المهم تكون موجود معنا في شهر رمضان القادم باذن الله. باذن الله حنكون موجود. وانا اول تجربه لي في الدراما كانت في 2008 في مسلسل صابرين. اعطاني الفرصه المخرج القدير مفتاح بادي، كذلك المخرج خالد الشيخي في 2000. نعم صحيح، مخرج جدا رائع وطيب. والاستاذ خالد الشيخي قدمت معه شعبة شعابيط في 2014. كذلك المخرج القدير فرج بوفاخرة، نرشوا له تحيه مسلسل النصيب في 2009. بعدين التقيت بالمخرج القدير أسامة رزق في 2017، كان عندي معه شخصيه في مسلسل روبك وما صارش نصيب، ظروف اجتماعيه وشخصيه. وبعدين اعطاني الفرصه في 2021 في مسلسل غصب. كذلك الاستاذ المخرج الطيب محمد التريكي في بارانويا في 2019. اخرها طبعا مسلسل السرايا الجزء الثاني. نحب بس اخي ربيع بعد اذنك ننوه على الدراما، ان النقله النوعيه اللي صارت في الدراما كلنا نعرفوها يعني عن طريق المخرج القدير اسامه رزق والمخرج القدير مؤيد الزبطيه. نعم. بكل التحيه. نعم الله يحفظك، اللي هم قدموا الان الدراما الليبيه بشكل ينافس الدراما العربيه. نوه على زملائي في الشرق انهم يعملوا في دراما بدويه واجتماعيه وناهيك على المنوعات بمبالغ جدا بسيطه، ولكن لو يتحصلوا على الدعم المطلوب حيقدموا شيء خارق وحيقدموا شيء جميل جدا يعني. نعم. وهذه نقطة مهمة، يعني العمل يحتاج لدعم قوي عشان يكون أو يظهر للناس أو يكون يتم إنتاجه بصورة جدا راقية. بصراحة رمضان العريبي أنا سعيد جدا أنك أنت ضيف معنا، وأنا حبيت أن
نختصر هذا اللقاء لأنك أنت قريبا حتكون معنا داخل استديوهات قنوات ليبيا الجديدة، وحتكون ضيف عزيز بإذن الله وتنورنا طبعا داخل قناة ليبيا الجديدة. نبو منك كلمة أخيرة لكل المبدعين وأيضا المواهب الشابة اللي حابين يخوضوا هذا المجال المسرحي والتلفزيوني. تمام. بالنسبة للمواهب الجديدة النصيحة الأخوية يعني إنك أنت تكون نفسك طويل، تكون مستمع، تبحث على نفسك، تثقل نفسك بنفسك، لأن ما فيش حد حيمد لك يد العون يعني صحيح. أنت عارف ما فيش دورات محلية ولا شيء. الآن بس ننوه بشكل مختصر أخي ربيع على مهرجان بنغازي للفنون المسرحية الدورة الأولى للفنان الراحل فرج الطيرة. نعم، يعني الجميل أن يوم 2/8 حتبدأ الدورات في إعداد الممثل وفي السينوغرافيا وفي الدراماتورج، وينطلق فعاليات المهرجان يوم 6/8. الجميل أنه في عرض من مصراتة وفي عرض من طرابلس ومن طبرق ومن بنغازي ومن المرج ومن بيضة، يعني صحيح. أغلب ومهرجان حدث حيكون جدا مهم في ليبيا. نحب ننوه على أن عندي عارضين مسرحيات، يعني عندي مسرحيتين، يعني مسرحية عفوا أبي للراحل علي جهاني والمخرج قدير حسن مكييل، وكذلك شهادة ميلاد وطن باللغة العربية للكاتب المغربي الرائع المسكين الصغيري، وحيكون من إخراج أحد المخرجين اللي هو مش يعني الاسم الآن. إن شاء الله. نعم. وشكرا ربيع، أنا نحب نشكرك بشكل شخصي بدون أي تملق وبدون أي مجاملة. أنت شخصية جدا رائعة وراقية، ودائما مواقفك جميلة مع الفنانين في مراحلهم الصعبة في المرض وإلى آخره. والأستاذ أحمد بصير يعني شخصية جدا طيبة ومتواضعة ويدعم في كل الفئات ويرد علينا ويتواصل معنا. وأختي الفنانة الطيبة ذكرى يونس وفريق الإعداد اللي معاك، وأرجو أني نكون ضيف خفيف عليكم اليوم وجمعتكم طيبة ومباركة يا رب. ضيف خفيف الظل وأيضا فنان قدير ومميز، ربي يحفظك وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. الفنان المميز رمضان العريبي.